عمرك شفتي منتج 2 في 1 يقشر لك ويعالج لك بشرتك من الحبوب اللي تحت الجلد والرؤوس السوداء والبيضاء والتصبغات والبقع وكمان الآثار البنية؟ لا، وفي نفس الوقت يرطب ويهدي بشرتك ويسيبها من غير أي تحسس والتهابات زي أغلب المنتجات اللي بنشوفها في السوق. سكين ريتش، صدقوني انا ذات نفسي انبهرت بتركيبته وتاثيره، وطبعا هقول لكم ازاي تستخدموه وامتى وايه فوائده الكامله لبشرتكم في الفيديو ده. بس الاول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي لعيلتنا. سكين ريتش مش بس فيه احماض مقشره زي الازاليك اسيد 14% وساليسيليك اسيد 2%، لا ده كمان فيه مرطبات ومهدئات ومضادات اكسده زي النايسيناميد والالوفيرا والجليسرين. فبصراحة في كمية فوائد مش طبيعية، يعني الحبوب اللي تحت الجلد والرؤوس السوداء والبيضاء هيعالجها بالساليسيليك اسيد، اما بقى البقع والتصبغات والاثار البنية هيعالجها بالازاليك اسيد. لا وفي الاخر هيرطب بشرتك ويهديها بعد التقشير ده كله بالنايسيناميد والالوفيرا والجليسرين. بس في حاجات غريبة كده بسمعها، في ناس بتجيبه مخصوص عشان ترطب وتهدي بشرتها. بصي، لو هتجيبيه يبقى كعلاج للتقشير مش بس للترطيب. كمان عايزاكي تبقي فاهمه كويس ان اي منتج للتقشير هو ذات نفسه ممكن يعملك حبوب، بس لازم تبقي فاهمه كويس لما الحبوب دي تطلع لك امتى توقفيه وامتى تكملي عليه. نوعين من الحبوب، الطيبه والشريره. الطيبه بتطلع في اماكن دايما بيطلع لك فيها حبوب، فلو طلعت لك الحبوب دي هتكملي على المنتج عادي، ومع الوقت البشره هتهدى والحبوب دي تختفي. طب والشريره دي دايما بتطلع في اماكن مش متوقعه وانتي مش متعوده ان يطلع لك فيها حبوب، فلازم توقفيه على طول عشان حاجز البشره ما يتدمرش. الصدمه بقى بعد كل ده ان المنتج ده ممكن يعمل لك احمرار والتهابات وجفاف شديد لبشرتك. بس عارفه الفرق بين شخص استخدمه وعمل نتيجه وفرق كبير في بشرته وشخص تاني استخدمه بهدله ودمر له بشرته؟ هو طريقه الاستخدام. طب هتستخدميه ازاي؟ هتغسلي بشرتك بغسولك لا يكون فيه احماض مقشره ولا اي خزعبلات، وبعدين هتنشفي بشرتك كويس جدا ما يكونش فيها ولا نقطه ميه. واول مره بقى تستخدمي سكين ريتش هتستخدميه ليله وليله لا، احسن حاجه ليكي. هتحطيه بس على المنطقه اللي فيها مشكله قد حبه البسله، وانتي بتحطيه تعمل طبقه رفيعه كده على الجلد، ولما يتشرب خالص هتحطي بعديه المرطب بتاعك. طب انتي لما حطيتيه حسيتي بحرقان والتهاب شديد قوي في بشرتك، هتعملي ايه؟ هتجري تشطفيه بميه بس من الحنفيه، وبعدين هتستخدمي مرطب يهدي ويرطب بشرتك زي جل الصبار. لو عندك حساسيه منه ممكن تستخدمي المرطب بتاعك عادي، وبعدين على طول هتبداي تسجلي سبتيه قد ايه على بشرتك، عشان المره الجايه هتبداي تزودي كام دقيقه كمان بحيث ان انت تعودي بشرتك عليه لغايه ما تنامي بيه عادي. ده هيضمن لك لا يحصل لك اي التهابات ولا تحسس منه ابدا. طب مين ما ينفعش يستخدمه لو انطبقت السما على الارض؟ اياكي تستخدميه لو انت حامل او مرضعه عشان الساليسيليك اسيد، او انت بشرتك حساسه جدا ممكن تستخدميه بداله سيرامات فيها ازاليك اسيد ولاكتيك اسيد او انزيمات مقشره، هيقوموا معاكي بالواجب وهيحلوا لك كل المشاكل اللي عايزه تحليها. انا رايي فيه ايه اكيد عرفتم من اول الفيديو. بصراحه اسرع كريم ممكن يعالج المشاكل دي كلها، لا وكمان هيرطب لك ويهدي لك بشرتك في نفس الوقت. فبصراحه كتركيبه قوي جدا وتاثيره على الجلد قوي في الحدود الامنه لبشرتك والحاجز البشره. بس خلي بالك اوعي تجيبيه عشان ترطيبه بس، لان تركيبته قويه جدا، وبصراحه ارشح لكم ان انتوا تجيبوه لو عندكم المشاكل دي. لو عندك بقى اي سؤال بخصوص الكريم ده او اي مشكله ظهرت لك وتعبتي منها اكتبيها لي في الكومنت، وما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي.